السلام عليكم. كالعادة كده يسري جبر يحصل له حاجة لو طلع في أي مكان أو قعد في أي درس وما قالش أو ما جابش سيرة السلفيين أو الوهابية في أي حاجة. المهم طلع في لقاء ليه وقال الكلمتين اللي هنسمعهم دول، وقعدوا يزنوا على دماغنا النبي مات النبي مات النبي مات وأبوه وأمه في النار ومش لحد ما الناس صدقت من كتر التكرار. طب خلينا نقول مبدئيا ان مفيش حد بيفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي مات زي ما الدكتور يسري جبر كده بيقول. يعني الموضوع ده كده تشغيل دماغ من يسري جبر وبنى صورة مش موجودة اصلا في الواقع. بس هي ايه المشكلة ان النبي صلى الله عليه وسلم يموت؟ لا يا سيدي، النبي ما يموتش، لان النبي رحمة والرحمة ما تموتش. ازاي يموت يعني؟ ده لو ماتت الرحمة عدنا عدم كما كنا. طيب ما يموتش ليه؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن انه بشر لما قال في سورة الكهف قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد؟ وقال كمان ربنا سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. وبعدين اللي انت مش واخد بالك منه ان مش الوهابية ولا السلفيين اللي انت بتفضل تتريق عليهم على طول دول هم اللي قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مات. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن انك ميت وإنهم ميتون. وقال كمان ربنا سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والآية اللي لسه قايلينها اللي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا برضو النبي صلى الله عليه وسلم مات. سيدنا أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. يعني مش الوهابية اللي بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وكمان بتقول إنهم بيقولوا إن أبوه وأمه صلى الله عليه وسلم في النار. طب اسمع كده الكلام ده، خليني أقول لك وبكل وضوح إن أول واحد قال إن أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. والحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. والحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث في صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار. فلما قفى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي وأباك في النار. أظن الحديث واضح ومش محتاج تفسير ولا أي لف ودوران في الكلام فيه. طيب يا ترى هل في حد من العلماء قال إن أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه صلى الله عليه وسلم في النار؟ عد معايا علشان تعرف إن الموضوع مش جديد. الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة بعد ما جاب الأحاديث دي قال وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في الآخرة وقد كانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام لأن أنكحة الكفار صحيحة. وكمان قال في سننه الكبرى وأبواه كانا مشركين بدليل ما أخبرنا فساق حديث إن أبي وأباك في النار. وكمان الإمام ابن ماجه حيث روى حديث الاستئذان وبوب له بقوله باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. وكمان الإمام النسائي حيث روى في سننه الكبرى والصغرى حديث الاستئذان وبوب عليه بقوله زيارة قبر المشرك. والإمام الطبري قال أن أهل الشرك من أهل الجحيم وأن أبويه كان منهم. والإمام ابن كثير قال في كتابه البداية والنهاية قلت وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون يوم القيامة. الإمام البيهقي والإمام ابن ماجه والإمام النسائي والإمام الطبري والإمام ابن كثير، يعني مش عالم واحد ولا كلام شيخ مش معروف، كلهم بيثبتوا إن أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه ماتوا على الشرك. وأنا سؤالي هنا طب ليه العاطفة دي ما تحركتش مع أبو سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ ربنا سبحانه وتعالى
وتعالى قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أما بخصوص كلام السيوطي رحمه الله فهو مال لتصحيح حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقبر أمه واستأذن ربنا سبحانه وتعالى إنه يحييها وآمنت به ثم ماتت، والحديث موضوع. وابن تيمية لما سئل عن الحديث ده قال: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق. المهم السيوطي حاول يجمع بين الحديثين، حديث الإحياء وحديث الاستئذان، بما معناه يعني إن الحديث بتاع الإحياء نسخ حديث الاستئذان. والرد بسيط خالص، وهو إن النسخ لا يقع في الإخبار وإنما يقع في الأحكام، لأن مش معقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يجي ويخبر عن واحد إنه في النار وبعد كده يرجع ويقول لا ده في الجنة. لكن قاعدين يكرروا 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 ويجيب لك آيات وإنك ميت وإنهم ميتون وهو مش فاهمها غلط. طب فهمنا أنت الصح لما احنا فهمناها غلط، قول لنا أنت شرح الآية دي أو معنى الآية دي إيه؟ ده الآية دي نازلة تخفيفا عن النبي البشر اللي عانى من الناس، فبيقول له يا حبيبي مش هتقعد معاهم كتير، انت هتجيلي هنا تستريح. ده بيريحوا مش بيسلبوا حاجة، ده بيكلموا انك يعني بصورتك البشرية ميت مش هتظل، وهم ايضا ميتون محدش هيقعد. فكأن ربنا بيخفف عليه، عشان كان يقول ايه: لا كرب على ابيك بعد اليوم. فيقوم الايات اللي نازله تخفيفا في النبي يفهمها انها ايه؟ انها تنقيص في النبي، ويبقى النبي مات بنص القرآن انك ميت. ده ميت بقى معناها ايه؟ معناه صورته البشرية. طب اقول لك ايه دلوقتي بقى، يا ترى اقول النبي صلى الله عليه وسلم ميت ولا اقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش؟ ايه لازمة اللف والدوران ده كله؟ لو بتظبط الموضوع يعني بموضوع صورة بشرية وصورة روحية، المفروض انك تبقى عارف ان كل الناس احياء في قبورهم، الصالح بينعم في قبره والطالح بيعذب في قبره. يعني دلوقتي على قاعدة يسر جبر اقدر اقول ان الناس كلها احياء مفيش حد فيهم مات، فبالتالي بقى محدش يقول على حد مات علشان الدكتور يسر جبر ما يزعلش. لما نفهم المعاني دي هتلاقي ان الايات اللي بيستعملها العيال الوهابيه اللي مش فاهمين، اللي بيسميهم براغيث المساجد عشان بيعملوا قلق، واخد بالك؟ لان هم حصروا معلوماتهم عن النبي في صورته البشريه فقط، ما يعرفوش غيره. ومين قال ان موت النبي صلى الله عليه وسلم انتقاص منه صلى الله عليه وسلم؟ دي سنة ربنا سبحانه وتعالى في البشر، ان كل البشر وكل المخلوقات دي تموت. ربنا سبحانه وتعالى قال: كل نفس ذائقة الموت. فايه الانتقاص في كده؟ فالكلام اللي بيقوله الدكتور يسري ده ما هو الا لف ودوران. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انك ميت وانهم ميتون، والصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مات. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالتها صريحة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومي وفي بيتي وبين سحري ونحري. وفي النهاية النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حذرنا ان نبالغ في مدحه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. فبلاش إفراط ولا تفريط، يعني ما تبالغش في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتتجاوز الحد، وفي نفس الوقت ما تتركش سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا، بنورك أشرق الإيمان فينا.